من أعظم ما حرص عليه رسول الله في حياته الصلاة بعد الفرائض النوافل. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من واظب وثابر على 12 ركعة بنى الله له بها بيتا في الجنة، وهي 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يترك هذه النوافل وهذه الرواتب لا في سفر ولا في حضر، كان صلى الله عليه وسلم حريص عليها. فركعتي قبل الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد شيء عليها، حتى تخبر السيدة عائشة أنه ما كان أشد حرصا على شيء من النوافل مثل حرصه على ركعتي الفجر. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتي الفجر أو ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال العلماء يعني لو أن الإنسان أعطي الدنيا كلها من الحلال وأنفقها في الخير لكانت ركعتي الفجر خير منها، كما جاء في كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في هذه الركعتين، كان يركعهما قبل الفجر، وكان يركعهما في بيته، ومن عادته أن يخففهما، حتى تقول السيدة عائشة: لا أدري هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها من شدة تخفيفه لهذه الركعات. كان يقرأ فيها غالبا يقرأ فيها سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سورتي الإخلاص، كان أكثر ما يواظب في ركعتي الفجر على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن اضطجاعة خفيفة جدا يذكر الله سبحانه وتعالى فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال مباشرة قبل الظهر يصلي 4 ركعات، ويقول: إن في هذا الوقت تفتح أبواب السماء، وأحب أن يرفع لي عمل صالح في هذا الوقت. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى 4 قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر لم تمسه النار. هذه بشارة وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا دعوة عظيمة. الذي يريد أن يكسب دعوة من رسول الله ويقول: أنا إنسان رسول الله دعا لي، رسول الله قال: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر فمن واظب عليها حاز رحمة الله بدعوة رسول الله. الصحابة كانوا يصلون قبل المغرب بعد الأذان، وقالوا: كان رسول الله يرانا فلا يأمرنا ولا ينهانا. صحيح لم يرد أنه هو فعلها، ولكنه قرر الصحابة، وكان يقول: بين كل أذان وإقامة صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة. 12 سنة مقابل دقائق يصليها الإنسان بعد المغرب. تقول السيدة عائشة: إذا انصرف رسول الله من صلاة العشاء فدخل المنزل كان يصلي 4 ركعات، ويقول: إنهن يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، فهذه مدد متصل من ليلة القدر بكل ليلة من ليالينا. من السنن العظيمة التي حرضنا عليها رسول الله وكان يواظب عليها حتى في سفره صلاة الضحى. يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، في رواية عن المفاصل 360 مفصل في جسم الإنسان عليه فيها زكاة للصحة والعافية. قال: فكل تسبيحة صدقة، الأعمال الصالحة كل صدقة، لكن يجزي عن ذلك كله 2 من الضحى يركعها الرجل، فيمكن الواحد يركعها في شغله، في مكتبه، يفرش سجادته قدام مكتبه قبل ما يخرج من البيت، لكن لا يترك هذه الركعات لأنها كانت من ما حرص عليه رسول الله، وأقلها 2 وكان يصليها ربما 8 ركعات صلى الله عليه وسلم. من نوافل الصلاة 2 بعد الوضوء. رسول الله سأل بلال: يا بلال، أي عمل أرجى عندك في الإسلام فإني سمعت دف نعلك في الجنة. قال بلال: أرجى عمل عملته أنني كلما توضأت صليت لله ما شاء
فهذه سنة عظيمة ينبغي أن لا نهملها قط أبدا. النوافل لها فوائد كثيرة جدا، من أهمها أنها تجبر الفرائض، وكم في فرائضنا نحن من نقائص. من فوائدها أنها تفتح للإنسان باب المحبة لله والمحبة من الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبه الله قال كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر تلك الفضائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك هذه النوافل لا في سفر ولا في حضر، فكان في السفر يصليها حتى وهو على الدابة جالس على دابته، فكذلك يمكن الإنسان ألا يتركها ولو في سيارته أو طيارته أو غير هذا. هذه النوافل أعظم سبب لفتح باب المحبوبية عند الله. إذا أحبك الله، قال رسول الله: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فيحب أهل السماء، ثم يضع له القبول في الأرض، فهذا منشور المحبة يكون لك في السماء. وهذا أعظم ثمرة لقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.